إلا كنتي كتشوف راسك كدير مجهود كبير باش تنجح في الدراسة ديالك، ودوزتي أيام باش تهيئ راسك لمقابلة عمل، لكن في كل مرة كتصاب بخيبة أمل، حيت في اليوم اللي كتحتاج فيه المعارف ديالك والمكتسبات كتلقى راسك ناسي كلشي. كتولي كتعيش كذلك حالة من التوتر والقلق، وتقد تفشل فشل غير متوقع ذاك اليوم، بينما انت كنتي متأكد باللي وجدتي كما يجب ودرتي تجارب اللي اجتزتيهم بنجاح. في المقابل كتعرف ناس ما داروش نفس المجهود ديالك، او ربما اقتصروا غير على مكتسبات ديالهم المعرفية وقدروا يحققوا نجاح في ذاك الامتحان. فانت اليوم في المكان الصحيح باش تغير هذا المشكل اللي كيعانيوا منه الكثير، وكيحاولوا يغيروه بجميع الطرق، لكن كيجهلوا السبب الرئيسي وما كيردوش ليه البال. وغالبا الناس كتعتقد أن المشكل في القدرات أو أن الدماغ كيعاني من نسيان أو ما شابه. إلا خدينا مجموعة الناس كيشتركوا في نفس الخصائص المهمة للإنسان، واللي هي الحواس الخمس: إدراك الوقت، كذلك الفكر والطاقة المرتبطة بهذا الفكر. فشنو اللي كيخلي شخص متميز على شخص؟ الجواب ديالي غادي يكون باختصار في هذه المقدمة بجوج ديال الكلمات اللي مهمة، وهي الحالة النفسية. وهنا غادي نطرح لك سؤال: امتى حسيتي بلي الحالة النفسية عندها فعلا تأثير على النجاح ديالك، خصوصا في الامتحان؟ غالبا كنتي شاك في القدرات ديالك وكتلوم بعض الجوانب الضعف في الشخصية ديالك بدون ما تفهم السبب الحقيقي اللي وراء هذا المشكل. كذلك بغيت نقدم لك واحد المثال آخر. على سبيل المثال عندنا جوج ديال الأطفال، بجوج بيهم عطيناهم ورقات بيض باش يرسموا فيهم. كما كتعرف الأطفال القدرات ديالهم محدودة، كل طفل حاول يرسم ويعبر على داكشي اللي في الداخل ديالو واللي كيبان له أنه جميل. فكل طفل قدم ديك الورقة للأهل ديالو. الطفل الأول الأهل ديالو بينوا له الإعجاب، كذلك تلقى واحد التشجيع اللي خلاه أنه يحب ديك الورقة، وعطاها واحد المكانة في المنزل، ربما احتفظ بها في البيت ديالو أو أنه خلاها ملصقة في الحيط. مهم ديك الورقة خدات واحد القيمة. بينما الطفل الثاني فاش خدا ديك الورقة وداها للأهل ديالو، أول تعليق كان هو: أشنو هاد التخربيق؟ ولا مثلا سير لوح ديك الورقة، واش انت مشيتي تقرا ولا مشيتي تخربق في الوراق على سبيل المثال. فهنا النفسية ديال داك الطفل غادي تمر من بزاف ديال المراحل، من بينهم الإحباط، من بينهم أنه غادي يفقد الثقة في راسو، أنه بزاف ديال الأمور اللي هي سلبية. فصديقي، مع مرور السنوات شكون اللي كيبان لك الطفل اللي غادي يكون أكثر نجاح بالمقارنة مع الآخر؟ هنا السؤال موجه ليك، تقدر تفكر فيه أو أنك راك لقيتي الجواب من الأول. حيث الطفل الأول اكتسب واحد الثقة في النفس، اكتسب واحد النفسية اللي قوية، اللي غادي تخليه إنسان مبدع، إنسان ما كيخافش من التجارب، وإنسان كيتيق في الذات ديالو. وأكيد لأن العائلة ديالو شجعته من الأول، فهاد الطفل هذا متيقن أنه غادي يتلقى بزاف ديال التشجيعات في الحياة ديالو، ما غاديش يكون عنده مشكل ديال مشكل ديال الثقة. على عكس الطفل الآخر. وهنا غادي نهضر كذلك على التجربة ديالي في التعليم الأولي. فكل مرة كنت كنعطي الأطفال أنهم يرسموا في الأوراق ديالهم، كنت كنلاحظ بعض الأطفال ما كانوش كيبغيو ياخدوا الوراق ديالهم من المنزل. فهنا كنت طرحت السؤال على واحد الطفلة ومازال كنعقل مزيان، أنها قالت لي الأسرة ديالها كترمي لها الوراق، وكذلك ما كتشجعهاش، كيقولوا لها بعض الكلمات اللي أنا عارف الإنسان ما كيكونش واعي أنه راه كيجرح في الطفل ديالو،
ولكن ما كيعطيهش القيمة اللي مفروض أنه يعطيها له في ذاك الوقت. وكذلك التشجيع مهم. فهنا الطفلة ولو أنها ولات كترسم ديك الورقة، كانت كتجيبها لي أنها كتستخدم عندي داك التشجيع اللي خاص، ولكني كتلوحها فاش كتسالي منها كأنها كتوضع حد لدوك الانتقادات اللي غادي يجيوها من الأسرة، على عكس أطفال آخرين كيكونوا في واحد الحالة جد متحمسة على أنهم يشاركوا دوك الأوراق مع الأهل ديالو. فالحالة النفسية كتلعب دور مهم في أنها تخلق إنسان ناجح أو فاشل، كذلك السعادة أو التعاسة، بدون ما نساو الأفكار والطريقة ديال الحياة بصفة عامة. حيت الأفكار عندها واحد الطاقة اللي كتنعكس على الحياة ديالنا بصفة مباشرة. فبلا ما نطول عليكم، موضوع اليوم في غاية الأهمية، غنتكلموا فيه على العديد من الأمور اللي كتلعب على الحالة النفسية ديالنا، كذلك الطاقة ديال التفكير والانعكاس ديالها على طريقة العيش لكل واحد فينا. نحاول نشوفوا المسببات وكذلك سلبيات هذا المشكل، باش في النهاية غنتطرقوا لسبل أو الطرق اللي غادي تخلينا نتجنبوا الوقوع في هذه الحالة مرة أخرى. نبداو بفهم الموضوع. فالحالة النفسية هي مجموعة ديال المشاعر، الأفكار وأيضا الاضطرابات العاطفية اللي كيمر منها الشخص في واحد الوقت محدد. وهذه الحالة هي اللي كتحكم في كيفاش كيتعامل العقل مع المعلومات وكيفاش كيتفاعل الجسم مع المحيط. فاش كنهضروا على العلاقات بين الحالة النفسية والنسيان في وقت الامتحان، كاينين تفسيرات علمية ونفسية كتشرح هذا البلوكاج، من بينهم تأثير الهرمون الكورتيزول. أي فاش كيكون التوتر طالع بزاف، الجسم كيفرز كميات كبيرة من هذا الهرمون اللي كيأثر بشكل مباشر على الجزء المسؤول في الدماغ على التخزين واسترجاع الذكريات. هذا الشيء علاش بعد النوبات واخا المعلومات كاينة عندك ولكن ما تقدرش تجبدها، والمضحك انت كتكون واعي في هذه اللحظة وكتسنى غير تلقى الكلمة الأولى أو الشرارة اللي تجعلك تفكر دوك المعلومات. على سبيل المثال، ثم أيضا العديد من الناس كيركزوا بعد النوبات على شنو يطرا إلا نساو، بلاصة ما يركزوا على المعرفة ديالهم. وهذا القلق كيعمر الذاكرة الشغالة، وهي مساحة محدودة في الدماغ. فاش كتعمر بالخوف ما كيبقاش فيها مكان فين تعالج أسئلة الامتحان. كذلك نظرية التداخل، واللي هي حالة نفسية مضطربة بحال الخوف والفشل، كدير شوشرة على المعلومات. الدماغ كيولي مشغول بحماية النفس من الخطر اللي هو الامتحان في ديك اللحظة، كتر ما هو مشغول باسترجاع الدروس. فاش كنتكلموا على المشاعر كمحور أول اللي عنده تأثير على الحالة النفسية، ناخدو أهم وحدة واللي هي الخوف. وهنا ما كنتكلموش على الخوف العادي، إنما هو خوف مرضي، بحيث أن الخوف العادي مسألة فطرية في الإنسان، وهو فعل عقلاني تجاه خطر حقيقي أو محتمل. الهدف منه يحميك وينبهك باش تاخد إجراءات وقائية تنقذك من المشكل والانتهاء ديالو بمجرد زوال الخطر. بينما الخوف المرضي فهو أمر مبالغ فيه وغير منطقي، ولو يكون تبنى على تجربة سابقة فاشلة، وبعض الأحيان كنقتصروا فقط على المحيط اللي جنبنا وخديناها حقيقة بدون ما ندخلوا في تجربة. ومن بين الأعراض لهذا الخوف المرضي هو أن الشخص كيشعر بخوف شديد لدرجة تخليه يتجنب تماما مواجهة المواقف، مثلا الخوف من الحديث أمام الجمهور أو الخوف من الفشل مسبقا. كما أن صاحب هذا الشعور كيلاحظ تسارع في ضربات القلب، تعرق، ضيق في التنفس أو نوبات هلع. ومن بين التأثيرات ديال الخوف المرضي على الشخص أنه كيعيقو من ممارسة الحياة اليومية، وأيضا من استغلال الفرص بحال يبدأ خدمة جديدة أو أنه يفرض راسو في واحد الاختبار، وأنه يطور من راسو. هذه من جهة. من جهة أخرى، فاش كنتكلموا على الأفكار فهي المحرك الخفي لكل تصرفاتنا ومشاعرنا. فالعقل كينتج آلاف الأفكار يوميا
منها الأفكار اللي كتبني ومنها الأفكار اللي كتهدم بكل بساطة. العلاقة بين الفكرة والحالة النفسية كتشبه واحد الحلقة دائرية، فيها فكرة كتعطينا شعور كتولي سلوك. فالعقل كيشوف الواقع من خلال الأفكار اللي كنآمنوا بها. على سبيل المثال، إذا كانت الفكرة السائدة هي أنك فاشل، فالعقل غادي يبدأ يقلب غير على الأدلة اللي كتثبت هذا الفشل، وغادي يتجاهل كاع النجاحات الصغيرة في حياتك، وهذا كيزيد من حدة الإحباط والقلق. ناخذ على سبيل المثال الناس اللي كيتأثروا بالمواقع التواصل الاجتماعي، وكيتأثروا بواحد النمط ديال العيش ديال واحد الأشخاص، يقدر يكون وهمي يقدر يكون حقيقي، لكن آه هذا المتلقي كتدخلو الفكرة في الراس ديالو أنه ما عايش بواحد الأسلوب زوين، ما عايش بواحد المستوى مزيان. هادشي كيخليه أنه ما يشوفش الجوانب الإيجابية في الحياة ديالو. أبسط الأمور أنه بصحة جيدة، كذلك ما كيبقاش يشوف الامتيازات الصغيرة اللي كدور به أو النجاحات اللي هو كيحققها، فهو ربط راسو مباشرة بشي حاجة كيشوفها بعيدة عليه وبالنسبة للعقل ديالو مثالية. والفكرة هنا السائدة هو أنه ما عايش كيف الناس، فهمتي؟ بدون ما يتحقق واش هذيك حياة حقيقية ولا لا. كذلك من بين التأثيرات على السلوك ديالنا هي عبارة على تشوهات معرفية، أي أخطاء في التفكير، بحال مثلا أنك تتوقع أسوأ سيناريو ممكن. إلا غلطت مثلا في تقديم راسي قدام الزملاء ديالي في العمل يضحكوا عليا ويجعلوني موضوع أمام الناس الآخرين، أو مثلا كيفاش غادي يكون الشكل ديالي قدام الجميع. وأيضا القراءة السلبية للمستقبل، كإصدار الحكم أحكام مسبقة بدون تجربة أو دليل كيثبت فشل ديك التجربة. وفاش كتوقع حاجة خايبة مرة مثلا، كتقول التجارب الأخرى كذلك كتكون مثلها، أي باختصار التعميم. فشحال من واحد مآمن بفكرة ديال أنه حياته عمرها غادي تصاوب. واش في خبرك صديقي أننا عندنا واحد الإحصائيات اللي مهمة جدا على الناس اللي عندهم عقدة من الفرنسية، وبسببها العديد تركوا الدراسة ديالهم. وهذا الشيء راجع بشكل رئيسي للحالة النفسية والتفكير في أنهم ما كيفهموش هذه المادة، ما بقاتش مجرد فكرة بل صبحات حقيقة كتحبس هاد الأشخاص باش ما يبقاوش يحاولوا يتعلموا هاد اللغة. وكذلك تراكمات الفشل فيها في الصغر خلى هاد الفكرة ترسخ في الدماغ، على عكس اللغة الأجنبية الثالثة اللي هي الإنجليزية. ف... فحيث تعرفنا عليها في مرحلة جد متقدمة من العمر وتصورات لينا على أساس أنها سهلة، كنلقاو العديد الآن كيفضلوها في التعليم، أو أنهم كيتعلموا لغة أعقد منهم بجوج لأنهم هما اختاروها بكل بساطة وفكروا فقط بأنهم قادرين يتعلموها. وإلا لاحظتي معايا هنايا العائق الحقيقي واللي ربما دار واحد التغيير في الحياة ديالي، هو أنني فاش لمست هذا الضعف ولو جاني متأخر، فما ترددتش أنني نعاود فهم الأساسيات ديال هاد اللغة اللي دويت عليها، رغم أنني واصل لمستوى دراسي جد متقدم. فالفرق هنا بين هاد الأشخاص هو فكرة أنك قادر أو ما قادرش، دون ما أنك تفكر في أن الحل بسيط. هو أنك مثلا كما قلت لك في المثال ديالي، تعطي لراسك الفرصة ديال أنك تعاود كل شيء من جديد باش الفهم ديالك يكون أحسن بكثير من أنك تحاول تفهم واحد اللغة في الوسط ديال التعلم. وكذلك في المحيط ديالي كنعرف بزاف ديال الأشخاص اللي كان هذا هو السبب الرئيسي ديال أنهم يغادروا الدراسة، لكن كتلقى أنهم التجؤوا للغات أخرى مثلا الإنجليزية، وكتلقى أنهم كذلك تعلموا اللغات أجنبية مثل الإيطالية، مثل ال- الهولندية أو ما شابه، والعديد من اللغات الأخرى.
بل أنهم صبحوا متفوقين في هذه اللغات هادو، مع العلم أنه ما عندهمش أشخاص كتار في المحيط ديالهم اللي كيتقنوا هذه اللغة باش يمارسوا معهم التطبيق. إما تعلموها عن طريق الأوتو فورماسيون، وإما أنهم دخلوا لواحد السونتر. ولكن هنا الرغبة والفكرة ديال أنهم قادرين يحققوا داك الهدف كان هو الحافز الأكبر اللي خلاهم ينجحوا في داك المهمة. ما نساوش أيضا تأثير الهرمونات على الحالة النفسية ديالنا. فاش كتفكر في شي فكرة فيها تهديد مثلا، فهنا الجسم كيفرز هرمونات الضغط بحال الكورتيزول، وهذا الشيء كينعكس على الجسد. مثلا بحال الإحساس بالتعب، قلة التركيز أو الإحساس بالصداع. بالمقابل الأفكار الإيجابية أو الواقعية كتحفز إفراز هرمونات السعادة. غندير خرجة بسيطة، حاول تعاطي السجائر. ففي الوهم ديال العديد فاش كيكونوا في مرحلة القلق أو التوتر إلى آخره، أن السيجارة نوع من أنواع تسكين هذا الشعور. لكن صديقي، العكس تماما هو اللي كيحصل، بحيث الدراسات الأخيرة أكدت أن السيجارة هي اللي كتصنع ذاك التوتر. نعم، هذا أصبح حقيقة وماشي فرضية. فالإحساس بالراحة ديالك ديك الساعة غير حيت قمتي بإشباع الجسم من نقص ديال النيكوتين مؤقتا، أي أنك رجعتي فقط للطبيعة ديالك اللي تخلقتي عليها وكنتي كتمتلكها بالمجان. إلا بغيتو حلقة خاصة على هذا الموضوع تركوها لي في التعاليق. قبل ما ندوز للحلول وعارفك متعطش لهاد الفقرة، غنعطيك سبب آخر لازم ترد ليه الانتباه. ممكن ما عندكش عليه السلطة في هذا الوقت، لكن لازم عليك تلقى حل مستقبلا باش الحالة النفسية ديالك تحسن أكتر، واللي هي الاستقلالية. هنا ما كندويش فقط على الاستقلالية المادية، ولكن الأهم من ذلك هو الاستقلال النفسي والفكري، بحيث أن الاستقلالية كتعطي للشخص شعور بالكفاءة الذاتية. فاش كتاخذ قراراتك بنفسك وكتعتمد على قدراتك باش تحل المشاكل، عقلك كيبدا يصدق باللي انت شخص ذو قيمة وقادر على مواجهة الحياة. هذا الشعور هو أقوى مضاد للاكتئاب والاهتزاز النفسي. كذلك بزاف ديال الضغوطات النفسية كتجي من المحاولة الدائمة في إرضاء الآخرين أو العيش وفق توقعاتهم. الاستقلالية النفسية كتعني أنك كتولي أنت المرجع لنفسك، كتاخذ قراراتك بناء على قيمك ومبادئك ماشي خوفا من انتقادات الناس. أيضا كتعرف ترسم حدود نفسية واضحة، وهادشي كيحميك من الاستغلال العاطفي والتلاعب. والناس اللي عندهم استقلالية كيكون عندهم ما يسمى بمركز الضبط الداخلي. هاد الناس كيقابلوا التحديات بعقلية أنا المسؤول على رد فعلي وعلى خطواتي الجاية، عوض ما يبقاو يحسوا باللي هما ضحايا للظروف أو للآخرين. هذا التحول في التفكير كينقص بزاف من مستويات التوتر والقلق، وكذلك مهم باش تولي إنسان ناجح. وخذ أمثلة من الحياة ديالك، فصعيب تلقى إنسان كيآمن باللي هو ضحية وديما كيلوم المجتمع أو الظروف، أتلقاه إنسان ماشي ناجح في حياته. وإلا حسيتي براسك دخلتي حتى انت في هذا النوع ديال التفكير، حاول تخرج منه بسرعة، لأنه غيخليك بكل بساطة في بلاصتك، مادام عمرك تكون عندك القدرة باش ترد كل شيء مثالي باش انت تحط في السكة ديال النجاح. بعد ما تعرفنا الأسباب اللي كتخلي إنسان ناجح على إنسان آخر، كذلك الأمور المهمة اللي كتلعب دور مهم في الصحة النفسية لكل واحد فينا، الآن لازم نعرفوا كيفاش نعالجوا هذه الحالات بشكل سريع وفعال. فراه كاين بزاف ديال التقنيات مجربة وتقدر تستعملها تبدل لك الحالة النفسية ديالك في دقائق. لكن في الأول نتكلموا شوية على أسلوب الحياة والتفكير، حيث بالنسبة لي هما الساس اللي كيحميك من كثرة التوتر أو القلق. والتقنيات اللي غنتكلم عليها هي وسيلة غتنفعك في لحظات مهمة بالنسبة ليك، واللي كيغلب عليك فيها الطبع ديال الخوف أو القلق في وقت سريع. فنمط الحياة وطريقة التفكير مرتبطين ببعضياتهم. كما قلنا في المثال في أول فيديو، أنهم كيشكلوا دائرة مغلقة،
فكيف ما كتفكر كتحس، وكذلك كيف ما كتحس أو كتشعر تتصرف وكتعيش. هاد العلاقة هي اللي كتحدد الجودة ديال صحتك النفسية وقدرتك على مواجهة تحديات الحياة اليومية. نبداو بقوة نمط التفكير، أي المايند سيت. كيفاش النظرة ديالك كتحول مشكل من عائق لدرس في الحياة أو فرصة في التعلم. وهذا التفكير كيحميك بزاف من الخوف والقلق، وكذلك الفشل. عارف هذا الشيء صعيب عليك في الأول، وهذا الشيء نابع من الرغبة الحارقة في النجاح، لكن حاول تجرب هذا النمط من التفكير وشوف الطاقة اللي هتكون فيك وانت باغي تغلط باش تتعلم. ولا انت ربحتي نفسيتك، كذلك عقلك في وضعية مريحة، كون أكيد يعطيك أقصى ما عنده. بحال في شي ماتش ديال كرة ودي، المدرب كيختار لاعبين جداد باش يجربهم، وهو ما خايفش من الفشل. وتقد تكون بداية ديال لاعب كنتي حاطو غير في دكة البدلاء، وعمرك كنتي أتخاطر مثلا في شي مباراة مصيرية. كنظن فهمتي الفكرة. كذلك ما نساوش نمط الحياة، اللايف ستايل، أي أن الأفعال اليومية البسيطة هي اللي كتبني الاستقرار النفسي على المدى الطويل. كيفاش كتنعس، شنو كتاكل، الأنشطة البدنية ديالك في اليوم. فصعيب على إنسان كيضحي بالنوم في الوقت الطبيعي يكون التفكير ديالو ولا اتخاذه للقرارات صحيح بشكل كبير. وخصوصا كنتكلم على تكرار هاد العادة. واش عمرك لاحظتي انك بعد ما كتكسر هذا النظام الطبيعي وراه كيوقعوا لك مشاكل في اليوم ديالك؟ ما انتبهتيش ياك؟ حاول تفكر شوية. غالبا ما تكونش ربطتي هذا الحدث بالنوم، لكن الواقع انه كان العامل الكبير في الحالة النفسية ديالك اللي خلاتك تاخذ قرارات ماشي صحيحة، او افكار فوضوية في الذهن ديالك، او توتر هو اللي تسبب لك في ذاك الحادث. أيضا هناك تواصل مباشر بين الجهاز الهضمي والدماغ. الغذاء المتوازن كيقلل من الالتهابات اللي أكدت دراسة أنها مرتبطة كذلك ببعض الحالات الاكتئاب. وهناك وصية نبوية صريحة، وهي التلبينة والعلاقة ديالها بالراحة النفسية. يمكن لك تبحث على هذا الحديث وكذلك هذا الموضوع. فالإسلام أيضا كيأكد هذه العلاقة. ما حد تكلمنا على الدين، فراه الراحة النفسية ديالك كتكتمل أكثر في العبادة. فهي ليست مجرد طقوس حركية، بل هي نظام تشغيل مكتمل يعيد ضبط التوازن الإنسان الداخلي. فعندما تكون الصلة بالله قوية، يتحول مفهوم العبادة من واجب إلى ملاذ آمن من ضجيج الحياة. كذلك الأذكار والقدرة ديالها على توقيف الأفكار السلبية والاجترار الفكري، كقولة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالدين كيخليك تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وما تخافش من الفشل. كذلك النظافة اليومية عندها عامل كبير في الحالة النفسية ديالك. فايتك دزتي من أيام عملتي فيها النظافة الشخصية ديالك، لكن بمجرد الاستحمام مثلا تغيرت الحالة النفسية ديالك 180 درجة للأحسن. إذا لازم عليك تفكر في العادات اللي كيحثنا عليهم الإسلام وكيبانوا لك صعاب في هذا الوقت بفعل الانشغالات والمؤثرات، كتخليك تهمل هذا الجانب هذا. وكذلك دور التأمل في إعادة ضبط البوصلة والجلوس قليلا بمعزل عن الضجيج وضغوطات الحياة. فمعظم الاكتشافات والنظريات اللي بناوا الحضارة الإنسانية هتلقاهم جاو من شخص كان في عزلة عن العالم وليس العكس. عارفك كتسنى هاد اللحظة هذه. غنمروا الآن للحلول السريعة اللي تقدر تبدل الحالة النفسية ديالك في دقائق سريعة، اللي تخليك تخطى ديك المرحلة الخوف والشعور بالقلق في لحظة مهمة في حياتك. كذلك التفكير السلبي. نبدأ بالتقنية الأولى، تقنية التنفس، وهي طريقة فعالة في التهدئة الفورية. فعند التوتر يقل الأكسجين اللي كيوصل للدماغ مما يزيد القلق. جرب القاعدة ديال 4-7-8. استنشاق الهواء من أنفك لمدة 4 ثوان،
ثم حبس النفس لمدة 7 ثوان، وبعد قم بإخراج الزفير ببطء من فمك لمدة 8 ثوان. كررها لمدة 3 مرات، ستشعر بهدوء فوري في ضربات القلب. وتلاحظ كذلك انخفاض في مستوى القلق. كذلك عندي قاعدة ديال 5 دقائق لكسر التسويف. أحيانا تكون الحالة النفسية سيئة بسبب تراكم الدروس. قول لنفسك غادي ندرس غير 5 دقائق فقط ثم أتوقف، حيث غالبا ما كيكون البدء هو أصعب مرحلة. وبعد ما تسالي 5 دقائق الأولى غتلقى نفسك ولات عندك واحد الرغبة باش تكمل. كذلك أمر آخر، تغيير البيئة والوضعية الجسدية. فاش تحس بالتوتر، إلا كنتي جالس على سبيل المثال، حاول تمشى لمدة 5 دقائق أو دير شي تمدد خفيف في المكان ديالك. فالحركة كتغير كيمياء الدماغ وكترفع مستويات الأندروفين، هذا الشيء كيساعد كذلك. أيضا ما تنساش عامل الإضاءة والتهوية، حيث عامل مهم جدا في الراحة النفسية ديالك. كذلك طريقة ديال الجلوس، حيث الجلوس بشكل منحني تيوحي الدماغ بالهزيمة والكسل. كذلك ما تنساش شرب الماء بانتظام. أيضا حاول تاكل شي حاجة كتنشط الدماغ بشكل سريع وفوري، بحال فمر أو شوكولاتة داكنة. فالدماغ ديالك أيضا كيحتاج الطاقة على مستوى المجهود الفكري اللي غيدير. وفي الأخير، الامتحان هو مجرد وسيلة لتقييم واحد المرحلة، وليس تقييما لقيمتك كشخص أو لمستقبلك بالكامل. بما أنك مهتم بمواضيع تقدير الذات، التعامل مع الامتحان كتحدي ممتع لتجربة قدراتك وليس كتهديد. كذلك دير في بالك ديك المقابلة دير فيها أقصى ما عندك غير باش تتعلم أكثر للمقابلات المقبلة. وثق بيا، بهذا التفكير غالبا تكون مريتي أفضل بكثير من اللي دازوا بحالك وهمهم هو النجاح فقط. السؤال في الأخير، واش قربولك الامتحانات؟ واش حاس براسك واجد ولا لا؟ مهم ما تنساوش داكشي اللي كيوصيكم به في كل نهاية ديال الفيديو. بالتوفيق للجميع، تحياتي لكم.